النهارده حبايبي، ان شاء الله يا رب يعجبكم ان شاء الله. و... وده كان وجبتنا النهارده على الفطار، وطلع الطعم والريحه خطيره جدا. ان شاء الله تجربوا طريقتنا ويا رب تعجبكم وصفاتنا. واللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا ما ينسناش يعمل لنا لايك واشتراك في القناه، واللي لسه ما اشتركوش يشتركوا ان شاء الله، ويدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. بحبكم في الله، وما تنسوناش من الدعاء. وده كان فطارنا النهارده، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب ان شاء الله يبلغ كل انسان ما يتمنى في رمضان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا حبايبي بقى، كان في عندي ضيوف ففي تشويش في الصوت، فمعلش بنعتذر عن الصوت اللي هو المندمج ده. كان في ضيوف كانوا واقفين معايا في المطبخ، ما كنتش عارفه اسجل. فحاجه يعني كانت حاجه مش بحبكم في الله مستحبة، بس حبايبي، معلش والسلام بعذر من عليكم الفيديو. ورحمه الله وبركاته. كده هنبدأ ونسمي الله وهنقول ايه اول حاجة عملناها ايه. طبعا اللحمة المعصجة كنا بنعرف نعمل اللحمة المعصجة. حطيت اللحمة، حطيت عليهم البصل وسبتها لما تشرب المية بتاعتها، وحطيت عليها فلفل الوان زي ما انتم شايفين كده عشان ايه الوقت. بس طبعا انتوا عارفين في رمضان ضيق. عملتها كده خلاص. اللحمة هركنها في الطبق، وهنبدأ نجيب ايه الرقاق بتاعنا. هنعمل ان شاء الله احلى رقاق، ودي طبعا وجبه سهله جدا بالنسبه للفطار. بتبقى اسهل حاجه ان احنا نعمل صينيه رقاق، صينيه مكرونه، حاجات اكلات سريعه كده، وبتبقى حلوه وجميله وكله بيحبها. فخلاص كده هنحط الايه اللحمه بتاعتنا، وهنبدا ايه نجيب رقاق ونعمله معاكم نلفه معاكم. جبت بعد كده الرقاق بتاعنا يا حبايبي اهو. ولفاء اهم شيء تجيبيه تلفيه ايه عشان ما ينشفش منك. بدل هتبداي تعملوا الرقاق يبقى لازم تفكي ايه. هي في ورقه هنا اهوت مديها لي في وسط البتاع مقطعه دي، هنخليها الاخر برضو هنفردها وهلفها. بقيت الجلاش اهوت. خلي الورقه اللي هي الطريه دي كده. هنفرد بقى الجلاش بتاعنا كله هنا، ونجيب ايه الصينيه بتاعتنا اهوت. وهنبدا بقى نجيب الصينيه ونقيس الورقه كده على الصينيه هتكفي فيها ولا لا. جبت الصينيه بتاعتي، هبدا اجيب الفرشه وادهن بيها ايه الصينيه بتاعتي بالسمنه. السمنه انا حاطه حوالي كوبايه سمنه، سمنه بلدي. لو انت حابه سمنه على زيت اهلا وسهلا، مش حباها خلاص يبقى انت ايه استعملي الحاجه اللي بتحبها. انا حاطه معلقتين سمنه بلدي على حتتين زبده وحبه زيت صغيرين جدا، عشان برضو ما يديش طعم ايه وحش للرقاق. في ناس بتحبه بالزيت، خلاص اعمليه بالزيت اللي انت بتحبيه اعمليه. انا جبت الزيت او السمنه على الزبده، وهنبدا ايه ندهن الصينيه. هبدا بقى كده ايه اجيب الزبده وادهن الصينيه كلها من الحواف بتاعتها. بعد ما نخلص دهن الصينيه عشان ما تلزقش فيها طبعا السمنه، يعني مش هنكتر في السمنه عشان ايه ظروف الناس فيها. يعني كل بين ورقتين كده هندهن ايه, إيه الورقه، ونسيب ورقتين، يعني ورقتين ورقتين كده، وندهن ايه الصينيه. احنا مجهزين الحشوه بتاعتنا اللحمه المعصجه. هبدا بقى ايه اهو احطها في الصينيه، ونبدا نفردها كويس قوي. انا كنت عامله المكرونه وعامله الايه اللي هو الجلاش، فجزء الجلاش ده بقى بقيت افرده في الصينيه اهو زي ما انتم شايفين. ماشي كده حبايبي، ونسويه بقى كله بحيث ان هو كله يبقى سوا واحد، وما بتجيبيش ناحيه الايه الحرف بتاع الصينيه. انا خليت ورق الجلاش بيبقى مرفوع من على الجناب الاربعه عشان الايه ما يتحرقش واحنا بنسويها في الفرن. بعد كده كل ورقتين جلاش ادهن ورقه واحده بس ايه بالسمنه عشان ما يبقاش دسم قوي. كل ورقتين احطهم. حطيت حوالي ايه 4 ورقات او 6 ورقات من تحت. وبدات بقى ايه احط اللحمه المفرومه، وبعد كده احط ورقتين وادهن السمنه او الزبده او الزيت على حسب ما انت بتحبي. وبعد كده ابدا احط ايه ورقتين تانيين. كل ورقتين اعملهم بنفس الطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. مسحه سمنه، وبعد كده احط الورقتين لحد ما هو شايفين الحرف بتاع الصينيه عاملاه ازاي عشان ما يبقاش ايه يتحرق في قلب الفرن. خلصنا كده الصينيه الحمد لله. هبدا بقى احط الطبقات اللي فوق اللحمه المفرومه. وبعد كده بس لازم يكون كمان الفرن ايه مولعاه من قبلها مسبق عشان ايه تعمليه على نار متوسطه، ما تخليهاش نار شديده قوي. خلصت كده الصينيه الحمد لله، وغطيت خلاص وش الصينيه بتاعت الجلاش. وجربوا الطريقه بتاعتنا حلوه جدا وجميله قوي قوي.
بعد كده خلاص قطعت، يعني حطيت الاول الورق بتاعها، وتانيتها هو الحروف ربنا من يشفيها. الجناب. خلاص علق لها طبعا محاليل افرد عشان الورقه يطلع عشان اعرف اقسمها. وبعد كده ايه، في حاجة وقعت؟ اقفلها وبنقطعها بس بعد الحمد كده لله. بسكين على حسب ما انت عايزاه، الشكل اللي انت بتحبيه. بدات ادهن بقى وش الصينيه قلت هو كمان مش عايز بالسمنة دلوقتي اهوت لما عشان يصحى من ما يبقاش النوم ايه براحته، ينشف منك. اكون خلصت الاكل وبدات كمان اجهز، كنت انا نايمين غاليه لسه؟ لبن، عملت كوبايه ايه لبن كده، او بدأت كده كوبايه حبايبي لبن بقيت وحطيت بقى فيهم ايه بيضتين. تسويه اول بس نقطع كده الصينيه تظبيط الاول الصينيه بعد ما بتاعتي خلصنا عشان كده ادخلها الجلاش. في الفرن. اخر ورقه وبدأت بقى بقى خلاص الم الجناب اللي انا كنت مطلعه عشان اللحمه ما هبدا تتحرقش قلب احطها الفرن. بعد ما والفرن ادهنها طبعا شغاله سمنه. مسبق على نار متوسطه. استنى خلاص اقطع الصينيه وبدهن بقى واكلم. خلاص كده طيب اخر طلع بس ورقه. وبعد وهبدأ كده بقى بقى ان شاء ايه الله ثواني خلاص. الصينيه بتاعتي وظبطها كده حبايب الصينيه اهي. دخلتها في الفرن. ودخلتها كمان وزي الفرن ما التحمير اهوت بتاعها كده. وطلعتها على ايه، هنجهز يعني كوباية مش لبن. محمرة قوي. محمره قوي. وجهزت بقى عليها إيه، بيضتين. كوبايه لبن وحطيت فيها كوباية بيضتين اللبن وشعره معاها فلفل بيضتين. اسود مع شعره بيكربونات، وبعد كده ربع معلقه صغيره حطيتهم عليها بيكربونات، ودخلتها الفرن بس تاني. كانت تبقى تطلع هشه وحلوه. وبقى رحت ايه مدخلها الفرن تاني، وطلعت بسم الله ما شاء الله بالايه باللون بتاعها الذهبي الجميل دهوت. وطبعا كنت مسويه معاها صينيه المكرونه اهوت. طلعت الاتنين، وده كان فطار النهارده حبايبي، ان شاء الله يا رب يعجبكم ان شاء الله. وده كان وجبتنا النهارده على الفطار، وطلع الطعم والريحه خطيره جدا. ان شاء الله تجربوا طريقتنا ويا رب تعجبكم وصفاتنا. واللي وصل معانا في فيديو لحد هنا ما ينسناش يعمل لنا لايك واشتراك في القناه، واللي لسه ما اشتركوش يشتركوا ان شاء الله، ويدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. بحبكم في الله، وما تنسوناش من الدعاء. وده كان فطارنا النهارده، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب ان شاء الله يبلغ كل انسان ما يتمنى في رمضان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا حبايبي بقى، كان في عنده ضيوف ففي تشويش في الصوت، فمعلش بقى نعتذر عن الصوت اللي هو قدامي ده. كان في ضيوف كانوا واقفين معايا في المطبخ، ما كنتش عارفه اسجل. فحاجه يعني كانت حاجه مش بحبكم في مستحبة، الله يا بس حبايبي، معلش والسلام معذورين عليكم بالفيديو. ورحمه الله وبركاته.